في الفيديو النادر تاع الشعب الجزائري سنة 1929 يظهر مدى تكيف الشعب الجزائري مع الوضع تاعو. 1929 أي بعد 100 سنة من الاستعمار الفرنسي، أي أن كل اللي رانا نشوفوا فيهم في الصورة ولدوا في جزائر تحكمها فرنسا، وتكيفوا مع الوضع على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية، وأن الفرنسيين أسيادهم. وهذا الشيء تعكسوا المشاهد اللي نشوفوا فيها الجزائري يهين أخوه الجزائري أمام كاميرا الفرنسي. والمشهد المؤلم اللي نشوفوا فيه الجزائريات يرقصن للمستعمر. لكن المشهد الأكثر إيلاما اللي بينوا فيه الجزائريين كيفاش قاعدين يأدوا في الصلاة. أنعم 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 ثلاثين سجدة وراء بعضها وكأنه قاعد يسجد الهبل. تسمعش كلمة الله أكبر ولا القرآن ولا التشهد. وهذا إن دل فإنما يدل على أنه المستعمر طيلة 100 سنة مع كل الأثر للدين الإسلامي وما تبقى منه غير اسمه. شعب لما فتح عينه ملقاش مدارس القرآن الكريم، يلقى مدارس تاع داي 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 داي. إلى أن جاءت جمعية علماء المسلمين اللي بدت فكرة تأسيسها من المدينة المنورة، حين التقى العلامة عبد الحميد بن باديس مع البشير الإبراهيمي في الحجاز، وعادوا للوطن وافتتحوا المدارس في كل ربوع الوطن. وعملت الجمعية عمل جبار ولها كل الفضل في محاربة الجهل والبدع والخرافات اللي انتشرت بسبب التجهيل تاع الاستعمار الفرنسي، وعودة أحيت اللغة العربية من جديد ونشرت العقيدة الصحيحة.